السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. واش عمركم فكرتوا كيفاش الذكاء الاصطناعي ولا كيلعب دور كبير في التسويق العقاري؟ دابا الشركات العقارية كتستعمل الاي اي باش تبيع اكثر، تفهم الزبناء مزيان وتسبق السوق بخطوة. في هذا الفيديو غادي نوريكم شنو كيقدر يدير الذكاء الاصطناعي في هذا المجال وبطريقة بسيطة وسهلة. تابعوا معايا للآخر، راه غادي تستافدوا بزاف. اليوم الفيديو ديال اليوم كيتكلم على التسويق بالذكاء الاصطناعي باستعمال تقنية الاي اي. شنو هو الذكاء الاصطناعي الاي اي في العقارات؟ الذكاء الاصطناعي ولا الاي اي راه تكنولوجيا كتخلي الحواسب والانظمه تفهم وتتعلم من البيانات في العقارات، كيساعدنا باش نعرفوا شنو باغي الزبون، شحال تيسوى العقار، وشنو احسن وقت للبيع والشراء. مثال بسيط، تخيل معايا عندك موقع كيعرض عقارات للبيع وكيجي الزبون كيقلب. الاي اي كتبيع شنو كيشوف، شحال المده اللي كيبقى فيها، وشنو هما العقارات اللي كتعجبو. من بعد كيبدا كيقترح عليه اختيارات جداد قريبه من داكشي اللي كيبغي. كيفاش كيخدم الاي اي في التسويق العقاري؟ الذكاء الاصطناعي كيساعد في عده حاجات. ها بعض الامثله: الاعلانات الموجهه، الاي اي كيعرف شنو المهتم بالعقارات وكيوجه ليه الاعلانات المناسبه في الفيسبوك، انستغرام ولا جوجل. روبوهات الدردشه، شات بوتس، الزبون كيسول في الموقع والروبو كيعاونو وكيجاوبو بلا ما يحتاج يتصل بالشركه. التوصيات الذكيه، الموقع ولا التسويق كيقترح عليه عقارات قريبه من الميزانيه ديالك والذوق ديالك. تحليل السوق، الاي اي كيدير تحليل الثمن، المنافسه والمناطق اللي فيها فرص استثمار. شنو الفائده اللي كيعطينا الاي اي؟ الفائده اللي كيعطينا كتربح الوقت، كتقرب من الزبناء، كتزيد فرص البيع وكتخليك تخدم بالذكاء ماشي بجهد بزاف. الخاتمه، ودابا واش باقي شي حد ما بقاش مقتنع بالذكاء الاصطناعي؟ راه العالم كيتطور والتكنولوجيا ولات اساسيه في التسويق وخاصنا نواكبوا هذا التغيير. اذا كنتي مسوق عقاري ولا خدام في المجال، بدا دابا تعرف على الاي اي واستعملوه في خدمتك. ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه وتخليوا لينا في الكومنتير شنو هي الادوات ديال الاي اي اللي كتستعملوا، ولا تحبوا نشارك معكم فيديو جديد على افضل التطبيقات الذكيه للتسويق العقاري. شكرا للمتابعه، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم، تبارك الله عليكم.